شكرا لضياء، كان باقي يكمل يسلم على الكل يطلع من الملعب. ضياء حسسني يوم عيد ضياء، لأنه حتى ابتسامته وسلامه على الجميع تحس إن تونس متأهلة. وفي مشكلة عند منتخب تونس كمان محمد، تركيز في بداية المباراة. شوف الماتشات كلها دخل فيهم أهداف، المفروض التركيز ده يكون عالي جدا في بداية المباراة. تقريبا قبل ما نفك المايكات كان 1-0 لهولندا، فكان الموضوع صعب جدا. الشيخ حاتم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم 1-0 لهولندا. ده انا فرحت جت الفرصه الاولى، طبعا انا جبت الفرصه الاولى لسه ما كملتش جبر بلا جول. اللي كانت اول فرصه في الدقيقه الثانيه. صحيح. ممكن تونس تتقدم 1-0 الدقيقه الثانيه وتردد بهدف لهولندا، فده يدل على معظم يعني المباريات الثلاث حسمت بشكل مبكر واستقبل منتخب تونس اهداف مبكره. طيب اوكي، خلي بالك احنا في بعض المباريات بتنزل عصبي وقلقان وبتاع، بعد ما يدخل فيك هدف تبتدي تلعب لعبك الطبيعي. منتخب تونس برضو بعد ما يدخل فيه هدف مفيش اي ردة فعل، شخصية الفريق تم موحاها تماما تماما. وانا سمعت الحقيقة مقولة، سمعت ان الاتحاد التونسي الله اعلم اذا كانت صحيحة ولا خطأ، فرض على صبري رموش بعض اللاعبين المحليين لكي تستفيد الأندية التونسية من، تعرف لما يكون عندك لاعب في الفيفا وقاعد يعني زاد تقصد نسبة اللاعبين القادمين من الأندية التونسية على اللاعبين صحيح اللي يلعبون في أوروبا. صحيح. عندي علامات استفهام كبير حول اختيار بعض اللاعبين وعدم اختيار بعض اللاعبين، لاعب زي فرجاني ساسي تألق في الدوري القطري. بس إذا كان كلامك صحيح، إيش تعتقد الدافع أو السبب من الاتحاد لفرض مثلا لاعبين يلعبون بالدوري المحلي؟ عشان يدخل فلوس للأندية التونسية. مكافآت الفيفا تقصد الأندية. تعرف كل لاعب عندك النادي بيقعد أطول فترة ممكنة على كل يوم له فلوس، على كل ما ينتقل لأدوار متقدمة. وعندي علامة استفهام أكبر على هيرفي رينار. هيرفي رينار على المستوى الشخصي مدرب كبير، انما كون انه يقبل هذه المهمه لايام معدوده، برضو عايز اعرف ماذا كان يدور في ذهنه. بس التاريخ كابتن، تسجيل حضور كان موجود في كاس العالم السابقه، موجود في كاس العالم الحاليه. اي مدرب واي لاعب يتمنى انه يكون في كاس العالم. خسرت مباراتين ودخل في مرماك مش عارف. بس تخيل لو هو سوى الريمونتادا وتاهل، هل كان في حديث العالم؟ هل كان في وعد وعمل مشروع وتكوين فريق؟ لا، هو قال لك الديل، قال لي بين سبورتس قبل قليل مع ابراهيم الديل مباراتين. يبقى زي ما انت قلت عشان تتحط في السي في بتاعه خلاص. وانا اتفق مع الكابتن يونس على مستوى المنظر الكبير، من المفروض انا لا اتي بمدرب من اجل مباراتين، اجل مباراتين يكملهم مدرب تونسي، وفي الاخير لغايه وجود مدرب في الاخير احنا سنخرج. يعني المؤشرات ليس هناك مؤشرات ايجابيه، ليس لديك لا مبابي لا ديمبلي، بمعنى استاتي بمدرب سيقوم بريمونتادا ونقوم نكون قادرين على التاهل. هو معظم اللاعبين لا يعرفهم. ثانيا نتكلم في منتخبات بدات بشكل سيء وتاهلت كابتن، شفنا جنوب افريقيا، شفنا الاكوادور. صحيح، لكن بنفس المدرب، المدرب يعرف لاعبيه ويعرف من يستحق. انت اتيت بمدرب يمكن لا يعرف 90% من اللاعبين ويمكن يعرف بعض منهم. هذا اولا. نتكلم ايضا في نقطه عن مستوى اللاعبين الذي يمكن تم استدعائهم مجامله لبعض الانديه لكي يكسبوا بعض الاموال، وهذه حقيقه. هذه حقيقه، معناها حقيقه من اجلها. لكن انا اتفق على المستوى السياسي. العيدوني، نتكلم على حارس ترجي بن سعيد، نتكلم على علي معلول، نتكلم على عصام جبالي المهاجم، نتكلم على غيث السعلوني ظهير الايمن النادي الافريقي. في 3-5-2 او 3-4-3 اذا اردنا ان نلعب بهذه الطريقه، يمكن ما يعاب على ظهير الايمن غيث السعلوني انه دفاعيا ليس بالمستوى العالي، لكن في الخمسه افضل 100 مره من فاليري. وكل دول لعبوا تصفيات، وكل دول لعبوا تصفيات. لم يتم استدعائهم. هذا من يتحمل المسؤوليه؟ هذاك القائمه هذه نتكلموا على اطار فني. هل تم التدخل في الاطار الفني من قبل الاتحاد التونسي؟ ممكن، وارد، هذا احنا سمعنا، وارد. ممكن لا، ممكن يكون خيارات لموشي. اذا خيارات لموشي بمعنى ما يقبل ان تفرض عليه تشكيله، صح ولا لا؟ لا اقول، لكن هو خياراته هي اللي سببت المشاكل. يعني كانت لديه قاعده من اللاعبين. انا اتفق معنا على المشكل انه احنا نعاني من ازمه امكانيات. اكيد احنا ليس لدينا يوسف المساكني ومعاه انه ينتقد دائما لما كان يلعب في المنتخب لانه لا يدافع ولانه لا يقوم بالجهد بالغ بالمراوغه، لكن لا يميز يوسف انه يمكن لا تشاهد في بعض الاحيان في 5 6 10 دقائق، لكن في لحظه يغير لك مباراه، يصنع الفرق. انت اليوم حتى وهبي الخزري كان يصنع الفرق. انا سابقا لما كنت العب وكان زياد جزيري اليوم مسؤول وانا كنت العب انا وراد الجعادي وخالد بدره وكليتون فوزي كليتون، فانا كنت اقول له لا تدافع زياد جزيري، احنا لست في حاجه لك ان تدافع، يعني ترجع معنا في الدفاع ماذا نصنع به، لكن لما نعطيك نمر لك الكوره اكسب فاول جيب بيلك،
فتدور لاعب نتنفس نتنفس. اكيد انا كمدافع في حاجه للاعب وسط ميدان، وكان عندنا سليم بن عاشور وكان عندنا لاعبين على مستوى جيد جدا، فانا ما اشتبه لاعب وسط ميدان يركض لي 20 كيلو بعدين بعد ال 20 كيلو ما تسوت له بدون فعاليه، صفر تسديده، صفر تمريره، صفر مجازفه. فاحنا جانبنا مدرب وهو يعلم اكثر مني الحاجات هذه، يعني لانه عنده لاعبين، يعني تعجز على القيام. احنا ليس لدينا المواهب هذه الان. دعونا الان نستمع للسيد رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي بعد فوزه في هذه المباراه واحتلاله صداره هذه المجموعه. قلت لي بالأمس بأنك تريد قمة المجموعة وحصلت عليها اليوم، ما الذي يعني هذا للفريق وللثقة بالنسبة لكم؟ هذا جيد جدا، نحن تحدثنا عن ذلك فعلا، والآن نضمن صدارة المجموعة، أمر جيد. لعبنا بشكل جيد، بداية المباراة كانت جيدة جدا بالنسبة لنا، بعد نتيجة 2 وقبولنا لهدف رفعنا النسق قليلا وسرعنا كذلك في تمريراتنا والإيقاع، وكان هذا فوزا مريحا نوعا ما، لا إصابات، لا بطاقات صفراء، 3 نقاط ومركز أول في المجموعة، ممتاز. وحاولت ربما تجربة لاعبين آخرين أو إعطاء فرصة للاعبين آخرين للتأكد من قراراتك ومدى جاهزيتهم جميعا. نعم هناك بعض اللاعبين العائدين من إصابة مثل ممفيس ديباي أو جاستن كلايفرت، وهذا جيد في الجزء الثاني بأن نعطيهم بعض الوقت كذلك أن يشاركوا ويلعبوا ويبلغوا أفضل حالاتهم، وهذا دائما إيجابي. المغرب هو الخصم القادم، وأنت تعرف بأن التحدي يصبح أصعب وأصعب مع توالي المباريات. كيف سيكون التحضير لهذه المباراة؟ نعم نحن جاهزون لذلك، نعرف منتخب المغرب جيدا، فريق قوي للغاية، لاعبين ممتازين وفرديات كثيرة جدا، فريق قوي للغاية، ولكن هولندا أيضا منتخب قوي للغاية، ونحن متطلعون لتلك المباراة وستكون مثيرة للاهتمام. وأينما تذهبون ترون الموجات البرتقالية، هذا أصبح مشجعا جدا للاعبين. ما مدى أهمية ذلك؟ فعلا هذا مهم جدا في الحقيقة، لأننا نحس أننا نلعب في بلدنا، وهناك الكثير من الأشخاص الموجودين يرتدون القمصان البرتقالية، ليسوا جميعا هولنديين، ولكن المساندة كبيرة جدا من كل محبي منتخبنا ومن الأمريكيين أيضا، وكذلك من الأجانب أكثر حتى من الهولنديين في بعض الأحيان. هذا إحساس رائع. حظا سعيدا، شكرا. رونالد كومان يبدو سعيدا بحصوله على النقطة 7 وبصدارة هذه المجموعة، وربما أراد أن يتجنب مواجهة البرازيل في الدور المقبل. سيواجه المنتخب المغربي في الدور 32. هذه المباراة فاز فيها بجائزة أفضل لاعب بروبي مهاجم ساندرلاند ومنتخب هولندا، الذي يبدو أساسيا المرة الثانية على التوالي بعد أن غاب عن تشكيلة الأساسية في المباراة الأولى. سجل هدفين المباراة الماضية، وسجل بروبي هدفا في هذه المباراة، ويفوز كابتن بجائزة أفضل لاعب. أعتقد إضافة كبيرة للمنتخب الهولندي، غير من شكل المنتخب الهولندي، غير من أسلوب المنتخب الهولندي، وخاصة في المباريات اللي تكون نوعا ما أمام فرق متحفظة دفاعيا تحتاج اللاعب المحطة. شفناه في المباراة السابقة هدفين عن عرضيات وتمركزه جيد. جاكوبو يفضل أنه يكون دائما يدخل من الطرف إلى عمق الملعب باستخدام مهارته وسرعته. يحتاج مهاجم محطة، يحتاج مهاجم محطة. أعتقد حتى في المنتخب البرازيلي أعتقد خاكبو بروبي قد تكون هي المواجهة مع حكيمي في مباراة المغرب، خاصة في ظل المساحات الكبيرة اللي في المنتخب المغربي، في ظل الإمكانيات الهجومية للمنتخب المغربي. أعتقد راح يكون مزعج أمام المدافعين بالنسبة للمنتخب المغربي. حتى ومبادرة المغرب أعتقد وجود بروبي كلاعب محطة يستند عليه الفريق في حال الخروج من الضغط، لاعب أعتقد مزعج للمدافعين، يعطي حلول أكثر للاعبين الأطراف لاستخدام إمكانياتهم الحلول الفردية على الأطراف. أستمع الآن لبروبي أفضل لاعب في هذه المباراة متحدثا بعد نهاية أولا قبل البطولة، هل توقعت أن تكون هداف فريقك وأحد أفضل الهدافين في البطولة إلى الآن؟ أنا في الحقيقة أحاول أن أكون مهما لفريقي وحاسما عندما يحتاجون إلي، ومن الجيد أن أسجل بالتأكيد. قمة المجموعة، ماذا يعني هذا بالنسبة لثقة الفريق ولا إنه يمكن أن تذهبوا؟
هذا يعطينا شحنة إيجابية بالتأكيد. الآن مباراة صعبة ومعقدة أمام منتخب المغرب تنتظرنا. أعتقد بأن الكل من المفروض أن يكون جاهز. مباراة صعبة، كان الهدف أن تكون بهذا المستوى. وماذا كانت رسالة المدرب رونالد كومان لك قبل هذه المباراة؟ قال لك نحتاج القمة، قالها لك تحديدا، قال لنا جميعا بأننا يجب أن نفوز بهذه المباراة، وأن هذا سيعطينا ثقة كبيرة جدا للمباراة القادمة. مهما حدث يجب الفوز. هل تعتقد بأن الفريق يمكن أن يتحسن أكثر في المرحلة الإقصائية الآن لأن التحدي سيصبح أصعب؟ نعم أظن ذلك. حظا سعيدا، شكرا. نستمع لعياري لاعب المنتخب السويدي ذو الأصول التونسية والذي كان قد سجل هدفين في مرمى منتخب تونس، متحدثا بعد لقاء السويد واليابان. سعيد جدا. أولا كما ذكرت نحن ترشحنا مباراة صعبة أمام خصم جيدا للغاية. هدف لمثله، إذن هذا جيد. لم يكن الأمر سهلا أليس كذلك؟ مباراة صعبة ومعقدة كما قلت، كنا نعرف ذلك قبل انطلاقها. في هذه المجموعة كل المباريات صعبة. المباراة الأولى أمام تونس كانت صعبة رغم أننا فزنا بفارق كبير. أمام هولندا كذلك رأيتم مباراة صعبة جدا، لذا كنا نعرف أن هذه مباراة صعبة ومهمة كذلك. كان علينا أن نكون جاهزين بتركيز عال، أن نكون صامدين وأقوياء في الدفاع خاصة، وحتى لو سجلوا هدف كنا نعرف أننا نستطيع العودة لأننا نملك لاعبين هجوميين جيدين جدا. الآن بالنسبة للقادم سنرى ما سيحدث. الآن نحن سعيدون فقط بتمكننا من الترشح للدور القادم. الآن لا يهم من سيكون الخصم، يجب أن نكون جاهزين ونقدم أفضل ما لدينا. ما هو إحساسك؟ إحساس جيد. نحن كالعائلة الكل يتمتع باللعب إلى جانب زملائه، نتمتع على الملعب وخارجه كذلك، لذا أنا سأتمتع بالبقاء أكثر هنا. الآن دعونا نذكركم بمباريات دور 32 التي تعرفنا عليها بشكل رسمي حتى الآن. جنوب أفريقيا تلاقي كندا يوم الأحد عند 10، البرازيل اليابان 2 عند 8 مساء توقيت مكة، هولندا المغرب 4 فجرا من يوم الثلاثاء، أمريكا والبوسنة مباراة تلعب الخميس عند 3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. أما القنوات الناقلة فسنعلن عنها لاحقا بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة وفي الاستديوهات المقبلة لبي إن سبورتس بإذن الله تعالى. بقي أن نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن حاتم طرابلسي، كابتن هيثم فاروق، والكابتن يونس علي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم على المتابعة. لكم تحيات كل زملائي هنا في بي إن سبورتس، وعلى محبة نلتقي دائما بإذن الله تعالى في أمان.